فيلم النهاردة بيبدأ مع الشاب المعجزة ماكس، وهو قاعد مع دكتور نفسي بيحكي له قصة حياته، وبيقوله إن اتولد بهبة فريدة من نوعها، وهي إن أي حد بيبص في وشه بتجيله سكتة قلبية وبيموت على طول. والكلام ده بدأ من وهو لسه طفل على إيد الدكتور اللي أول ما بصله هو المساعدين بتوعه وبيقولوا إنه أجمل طفل شافه في حياتهم، وبيجيلهم سكتة قلبية وبيموت. والوحيدين اللي بيقدروا يشوفوه ما يموتوش هما أبوه وأمه، وبيضطروا إنهم ياخدوه لمدينة بعيدة ومفيهاش سكان كتير، لأن أي مكان بيتواجد فيه ماكس بيحصل فيه حالات وفاة. وبيقرروا انهم يلفوا وشه بشاش ويلبسوه نضارة شمس عشان ما يبانش اي حاجة من وشه. مش بيصدق الدكتور ماكس وبيقوله ان اكيد بيتهيأ له الموضوع، وان دي مجرد قصة هو اخترعها علشان حالة الاكتئاب اللي عايش فيها. وبعد رفض من ماكس واصرار مستمر من الدكتور بيقوله افتكر انه قلتلك بلاش، وبيشيل ماكس الشاش اللي على وشه. وبيسمع ابو ماكس صوت خبطة قوية جدا في الارض، وبيدخل على ماكس والدكتور وبيلاقوا الدكتور وقع ميت لما شاف وش ماكس. ومش بيكون في خطر على ماكس من القانون لانه ملوش اي ذنب في الموضوع ده. وبيروحوا البيت وبيقعدوا يتغدوا، وبيكون دان صاحب ماكس موجود معاهم على السفرة. وبيدخلوا أوضة ماكس وبيطلب من دان إن يضربه بالطوبة في وشه يمكن وشه يتشوه ويخلص من اللي هو فيه وما يموتش أي حد تاني. وفعلا بيضرب دان ماكس وبيروح على المستشفى اللي بيبقى كل اللي قاعدين فيها بيبصوا على ماكس ومستغربين شكله. وهناك ماكس بيشوف بنت ماسكة مجلة، فبيستلف منها المجلة اللي بيحطها قدام وشه عشان محدش من اللي قاعدين يزعجوا بنظراته، لحد ما بيجي دوره في الكشف وبيدخل للدكتور. ولما بيروح ماكس البيت بيجيله صاحبه دان وبيقوله انه ظبط له خروجه مع بنت في فالنتاين، وانه لازم بقى يخرج من البيت اللي هو حابس نفسه فيه، ومن الاخر انت هتخرج معاها عافية. وبما ان ده اول موعد غرامي لماكس فطبعا بيكون بيتصرف بغرابة، وبيدي لريكا البنت اللي قاعد معاها هدية اغرب، وهي منديل متخيط عليه اسمها. وبيحاول محاولات فاشلة علشان يفتح اي حوار يتكلموا فيه، لحد ما بيجي خنزير اسمه كريج بيجي يتريق على ماكس وعلى اللي عامله في نفسه، وبيبوظ الخروجة خالص. فبيمشي ماكس من المكان وبيقرر انه هينتحر وينط من فوق الكوبري. لكن اثناء ما هو متردد بتجيله أليكس البنت اللي أخد منها المجلة في المستشفى، وبتقوله إن لو عايز ينتحر ممكن يدور على كوبري أعلى من ده علشان يموت على طول. وبتعرض عليه إن يروح معاها المشوار اللي هي رايحاه، وبتاخده وبتروح دار مسنين وبيقضوا اليوم مع اتنين من الدار. وبعد كده بتاخده أليكس توصله لحد البيت علشان تتأكد إنه مش هيعمل أي حاجة مجنونة تانية. وبيكون ماكس سعيد جدا لحد ما بيطلب من أليكس إن يشوفها تاني بكرة لأنها بتتأسف له إنها مش هتقدر، وبيسيبها ماكس وبيدخل البيت. وبيفضل ماكس يحكي لصاحبه دان عن أليكس وعن قد إيه هو كان نفسه يشوفها تاني، لولا بس إنها رفضت. لكن صاحبه بيقوله إن يقدر يروح محطة الأتوبيس اللي ركبوا منها سوا، يمكن يقدر يشوفها تاني صدفة ولا حاجة. وفعلا بيروح ماكس وبيفضل مستني في الشمس على امل ان يشوف اليكس. وفعلا بتيجي وبتساله ان كان بيطاردها، لكنه بيقول لها لا خالص، هو بس كان مبسوط من اخر مره كانوا فيها مع بعض. وبيعرض عليها انه يخرجوا تاني وبتوافق. وفي اخر اليوم بيملوا البانيو بالحلويات اللي اشتروها، وبتقوله على المرض اللي عندها وانها كانت في المستشفى اول مره شافها فيه لان عندها مرض نادر جدا في القلب، وانها ماشيه بجهاز لمراقبه نبضاته، لكن الحاله مستقره حاليا. وبتروح اليكس معاه وبتشوف كل الحاجات اللي مخيطها ومعلقه على الحيطه في اوضته، وبتطلب منه ان يعمل لها واحده. وبيسالها عن اللمبه الموجوده في الجاكيت اللي لابساه، وبتقوله ان دي اللمبه اللي بتبين لها ان في حاجه خطيره في القلب، وبتنور لو حجم قلبها زاد عن الحجم الطبيعي او لو حست بمشاعر قويه وده في ضرر لحالتها. بيتصل ماكس بأليكس بعد كده علشان يخرجوا، لكنها بتقوله انها بتساعد والدتها في البيت ومش هتعرف تخرج وتسيبها لوحدها، بس هي اصلا بتكون في المستشفى بسبب المشكلة اللي في قلبها. وبتخبي عليه وبتطلب جام من ماكس ودان انهم يخرجوا شجرة عيد الميلاد بتاعت السنة اللي فاتت بره البيت. لكن واثناء ما هما بيطلعوها زميلة ماكس بترمي عليه سجارة بالغلط بتولع فيها، فبيحاول دان انه يبعدها عن البيت، لكن ايده بتتأذي وبيطلع بيه ماكس على المستشفى. وبيشوف أليكس هناك هي ومامتها، لكن بتعامله بأسلوب مش كويس وبتسيبه وبتمشي. ولما بيقابل ماكس أليكس تاني يوم بيسألها هي ليه اتصرفت معاه بالأسلوب ده، فبتقوله انها مش معرفة والدتها انها عندها اي اصدقاء، والا الخوف عليها هيزيد اكتر من الاول لان والدتها سمحت لها بالتطوع في دار المسنين اصلا بالعافية. ولما بيروحوا دار المسنين علشان يقعدوا مع اصدقائهم هناك بتكون في واحدة تعبانة جدا وبتكون عايشة على الاجهزة بس، فبيحزن ماكس واليكس جدا وبتقوله ان الدار دي مسؤولة على انها تفضل عايشة حتى ولو على الاجهزة
حتى لو هتتعذب، وبتطلب من ماكس إنه يروح لها ويكشف وشه ليها علشان تموت من غير عذاب. تفتكروا ماكس هيعمل حاجة زي دي وهيكون السبب في موت صاحبته بسلام وبدون ألم؟ وإيه مصير أليكس وماكس وعلاقتهم؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على فيلم لوكس ذات كيلز.